25 مليار دولار، رقم ضخم. هذه كانت ميزانية دفاع الجيش الجزائري لسنة 2026. لماذا؟ وما هي دوافع هذا الإنفاق العسكري؟ لنكتشف ذلك عبر تحليل الأرقام والأسباب، ونربط الإحصائيات مع ما يحدث في إيران، وكذلك في سياق المغرب الذي يحاول اللحاق بالجزائر عسكريا. أولا، الحساسية مع المغرب، خصوصا بعد دخوله في علاقات مشبوهة مع الإمارات وإسرائيل. العلاقة بين الجزائر والمغرب تشهد توترا متصاعدا منذ سنوات، خصوصا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية نهائيا في 2021. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. وبداية الجيش الجزائري باسترجاع بعض الأراضي الجزائرية التي كان ينشط فيها بعض المغاربة وطردهم منها. قضية الصحراء الغربية تبقى محور الخلاف، حيث ترى الجزائر أنها قضية تصفية استعمار، بينما يعتبرها المغرب جزءا من سيادته الوطنية، وهذا طبعا غير صحيح. هذا الخلاف ينعكس مباشرة على ميزانيات الدفاع، إذ يسعى كل طرف إلى تعزيز قدراته العسكرية لضمان الردع. الجزائر بميزانيتها الضخمة وقوة جيشها المصنف 26 عالميا ترسل رسالة واضحة بأنها لن تسمح بأي اختلال في ميزان القوى الإقليمية. أما في السياق الدولي، فما يحدث في إيران يقدم مثالا آخر على كيف يمكن للإنفاق العسكري أن يرتبط بالتحولات الإقليمية. إيران تواجه ضغوطا دولية بسبب برنامجها النووي، وتستثمر بشكل كبير في تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. قبل أن نكمل، إن كنت قد وصلت إلى هنا، ادعم هذه القناة الجزائرية بإعجاب واشتراك من فضلك. التشابه يكمن في أن كلا البلدين يرى في الإنفاق العسكري وسيلة لحماية السيادة وضمان الردع أمام خصوم إقليميين ودوليين. أحد أهم الأسباب أيضا ولسوء حظ الجزائر موقعها الجغرافي، مع حدود طويلة ومعقدة مع دول تعاني من هشاشة أمنية مثل ليبيا ومالي والنيجر، وكذلك الحدود مع مملكة المغرب التي تقوم بدفع كميات كبيرة من المخدرات يوميا، ما يفرض تعزيز المراقبة والجاهزية. الشيء الآخر والأكثر أهمية، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، تتطلب تجهيزات متطورة وتدريبا مستمرا. لكن التوازن الإقليمي مع المغرب يبقى عاملا أساسيا، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول قضية الصحراء الغربية، حيث تقوم فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دويلة الإمارات بدعم غير معلن للمغرب بالأسلحة والتدريب. وهنا الجزائر قررت الرفع من جاهزية الجيش الوطني الشعبي لكي لا تدع أي مجال للمفاجأة. رفع ميزانية الدفاع الجزائري يأتي أيضا لتحديث الجيش عبر اقتناء مقاتلات حديثة وأنظمة دفاع جوي وتجهيزات بحرية، أين يعكس رغبة الجزائر في الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة. التحديات والانعكاسات الداخلية. ميزانية الدفاع الجزائرية لعام 2026 ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية في محيط إقليمي ودولي مضطرب، بين حماية الحدود، مواجهة الإرهاب، الحساسية مع المغرب، ومراقبة ما يحدث في إيران. يبقى الجيش الجزائري في قلب معادلة الاستقرار الوطني والإقليمي. إنها رسالة بأن الجزائر مستعدة لمواجهة كل التحديات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. شكرا لكم على المتابعة.